حياكم الله وبياكم. اللي قدامكم دي عملة مصرية قديمة من سنة 1884 ميلادية، مكتوب عليها ضرب في مصر. شايفين طبعا العملة مكتوب عليها ربع من عشر القرش، وعشر القرش هو المليم، يعني بتساوي ربع مليم. انت متخيل يعني بمعنى ايه ان الجنيه الواحد كان بيساوي 4000 من العملة دي؟ وده بيبين لك قيمة الجنيه في الوقت ده. يعني الجنيه بيتقسم ل 100 قرش، وكل قرش بيتقسم ل 10 مليمات، وكل مليم بيتقسم لأربع عملات أخرى اللي كانت بتسمى البارة، وهي ربع عشر القرش. كان القماش المتر منه بقرش ساغ. كان الجنيه بيجيب ذهب ويجيب مساغ، لكن الجنيه دلوقتي جنيه بالدولار يا معلمين، بالدولار. خلاص الجنيه من ساعة ما عوموه ضرب الغطس ما قبلش تاني. دمتم